النهارده هقول لك ازاي تستعد للتحديث بتاع فاكهة الدارك، او مش فاكهة الدارك بس عامة، ولكن احنا عارفين ان ميعاده خلاص، هو في ميعاد تحديث الفالنتاين يعني قريب جدا. وعشان ما تخش ما تبقاش عارف اي حاجة يعني في التحديث زي كل مرة يعني وكده، وواحد صاحبك يجيب كل الفواكه بتاعة التحديث وانت تقعد تشحت منه يعني. ايه، حط لايك واشتراك كده عشان ايه، داخلين على حبة حاجات جامدة جدا يا جدعان. والنهارده هقول لكم ايه الحاجات اللي المفروض تعملوها. اول حاجة لايك واشتراك، واكتب لي كومنت تم، ويلا بينا على الفيديو. رجعنا ليكم يا جدعان، وقبل ما نبدأ لو في اي فايدات وكده انا بلعب بطريقة انتش واجري. لو مش فاهم يعني شوف وانت هتفهم. ماشي، فايه محدش يتعصب مني يعني في الكومنتات، لان ده اسلوبي يعني، او انا رانر يعني، بس ما بحبش اقول يعني. لو عايزين نعمل فيديو افطار صائم في رمضان يعني قولوا لي يعني وكده. ما علينا، خلينا نبدا في فكره الفيديو. فكره الفيديو ان انا هقول لك دلوقتي يا اسطى الحاجات اللي انت محتاجها علشان تبدا في التحديث، عشان ما تبقاش زي كل سنه يعني. ماشي. اول حاجه يا جدعان، وانت لازم يبقى معاك فواكه التحديث. تقول لي ايه هي فواكه التحديث يا صاحبي؟ هقول لك المؤكد ان هي فاكهه الدارك. انت قلت لي طب ما الزلزال، انت بعت صوره من الادمن قال ان هي للاسف هتتاخر شويه، فبسبب ان هم عايزين ينزلوها باحسن شكل ممكن. حاليا احنا عندنا لازم يبقى معاك فاكهة اللوف عشان ممكن تعمل لها ريورك، بما ان التحديث هيبقى تحديث عيد الحب يعني وكده. وانا عندي حاجة تانية تسريب يعني او توقع يعني، هبقى لكم في اخر الفيديو لان نكمله. ماشي، ولكن التحديث اللي جاي هم قالوا ان هو هيبقى تحديث عيد الحب، فجمعوا فاكهة اللوف والدارك، دول اهم فاكهتين لحد دلوقتي اللي احنا متأكدين منهم، ولكن في احتمال كبير ينزل فاكهة تانية، ولكن احنا لحد دلوقتي مش عارفين ايه هي 100%. يعني ممكن ينزل اوني او السيليستيال، ولكن مفيش تسريبات مؤكدة يا شباب. فكده كده الاوني والسيليستيال هما مش موجودين في اللعبة، هما هينزلوا جداد. فالفواكه اللي احنا هتعمل لها ريورك لازم تجمعوها، ومنهم الشادو والفينوم، دول لازم يبقى معاكم واحدة على الأقل منهم، مع انهم مش أكيد انهم ينزلوا ولكن احتمال ينزلوا. فللتأكيد برضو هما كده كده فواكه مش غالية قوي، دول هما بس الفواكه المهمة يعني. لو في فواكه تانية اكتبوها لي تحت في التعليقات، ولكن انا متوقعش هينزلوا حاجات تانية. ولكن هم هينزلوا سكنات للفواكه. الفواكه اللي هينزل لها سكنات هي البوزة والايس. طب دلوقتي ايه غير الفواكه اصلا هينزل؟ هقول لك في سيوف جديده هتنزل 100% في التحديث اللي جاي ان شاء الله، وفي بوس. فدلوقتي هتقول لي طب احنا هنستفاد ايه؟ اكيد احتمال كبير يبقى في مهمات، فاحنا عايزكم دلوقتي تجمعوا على الاقل 5 مليون فلوس، وعلى الاقل 10,000 20,000 فراج. ليه؟ هتقول لي عشان في احتمال كبير برضو ريس جديد ينزل اللي هو ريس التعبان، دي التأكيد برضو. فتجمعوا قول 10,000 فراجمنت و5 مليون فلوس مثلا، ودول حاجات سهلة جدا. وممكن لو عايزين أي مساعدة تدخلوا سيرفرنا في الديسكورد، هتلاقوه تحت في الديسكريبشن يا جدعان. سيرفرنا في الديسكورد دوت يا جدعان، يعني اللي هو ايه أهم حاجة حرفيا. يعني حرفيا احنا زمان ما كناش مهتمين بيه جدا، ولكن حاليا هو بيتعمل له صيانه، فاتمنى تدخلوه يعني. وخلينا نكمل في الفيديو. ماشي، ادينا قلت لكم الحاجات اللي احنا هنعملها دلوقتي. هتقول لي طب يا كيو إيه الحاجات التانية؟ يعني احنا مجمعين فلوس مثلا وفراج ومعانا الفواكه. هقول لك في اهم الحاجات بقى يا جدعان دلوقتي، واللي هي جمع في الدنجنز. عارف اللي هي الحاجات اللي بتطلع من الدنجنز، الخواتم والحاجات ديت يا جدعان، احتمال يبقى ليها حاجات جديدة جدا، والدنجنز دي لازم تبقى يعني معاك. ماشي، ولازم تبقى داخل طاقم عشان احتمال الطواقم يتعمل لها تحديث. فالحاجات ديت مهمة جدا. اول حاجة ان انت تبقى داخل في طاقم قوي، ولو عايز تنضم للطاقم بتاعنا، لو انت باونتيك فوق ال5 مليون باونتي يا عم هدخلك عادي. شايف انا اكرم واحد يا اسطى يعني. حط لايك بقى، ماشي ما علينا. إيه، هتلاقي ده برضو في الديسكورد كل حاجة. ماشي، وعليه عندنا كمان خواتم الدنجنز دي يا جدعان، هي من اهم الحاجات حرفيا في التحديث اللي فات، او هي مش مهمة جدا في التحديث اللي فات، ولكن هيعملوا لها ابديت اكيد، لان هما ما نزلوهاش كده وخلاص، فاهم؟ فانصحكم تجمعوا من دلوقتي. وعندنا الحاجة اللي بعد ديت وهي الريسات. انصحك تحاول تعمل ريس الانجل، علشان اسلوب الانجل اللي هينزل ان شاء الله ممكن ما ينزلش التحديث اللي جاي، او ممكن ينزل التحديث اللي بعده، بس هو هينزل 100% يا جدعان. فان شاء الله يعني انصحكم تجيبوا اسلوب الانجل علشان، او ريس الانجل يعني، عشان احتمال كبير جدا اذا كان التحديث اللي جاي او اللي بعده البتاع محتاجه اسلوب الانجل، ريس الانجل في 4. ماشي، فانصحكم تحاولوا تجيبوه. وعندنا التسريب اللي بعده، وبما ان الحدث عن عيد الحب، فلو معاكم نقطة الحب ديت، فيعني حاولوا تشوفوا انتوا معاكم كام يعني كده.
البوتات اللي انتوا هتحتاجوا حدث هيبقى بيتكلم عن البوتات اللي انتوا بتحاولوا تقتلوهم. فانت بتقتل بوتات من ليفلك زي الكاندي كده، زي ما كنت بتجمع الكاندي هتجمع نقط الحب والبسكويت وكده، مش فاكر كان ايه، والاكسسوري والحاجات بتاعت عيد الحب يعني وكده. وهو ما نزلش السنه اللي فاتت، نزل السنه اللي قبلها، وكل سنه بينزل ما عدا السنه اللي فاتت، ما اعرفش ليه ما نزلوهوش. انما بقى عن توقعي لايه الحدث اللي هينزل غير عيد الحب وكده، اعتقد ان في هينزلوا حدثين مش واحد بس، زي مثلا ما نزلوا هالوين والكريسماس كده قريبين من بعض. اعتقد ان هم هينزلوا حدثين دولت، وهو حدث اللونار. هتقول لي حدث اللونار دوت، هقول لك حدث عيد للصينيين بيحتفلوا بيه بالتنين كده. والحدث دوت احنا عارفينه كويس جدا يا جدعان، وبينزل في العاب كتيره بس مش في بلوكس فروت، ولكن اعتقد بنسبه كبيره ان هو هينزل قريب برضه من بلوكس فروت. ماشي، فانصحكم يا جدعان تجمعوا برضو حاجات للحدث دوت، يعني احتمال فكة اسلوب التنين، قصدي اللي هو بتاع الدراجون تالون دوت يتعمل له ريورك، او الريس بتاع التنين، او ايا يكن يعني في حاجه ليها علاقه بالتنين، ممكن الاسلحه بتاعته او اي حاجه يعني. فلازم يبقى معاكم اسلحه التنين وكده، يعني اللي هو الجن والسيف وكده. واخيرا وليس اخيرا يا جدعان، وهو ان انت توصل ليفل ماكس، عشان عارف ان انت ليفلك 2700 ومكسل في ليفل، يعني زي واحد كده اعرفه تقريبا اسمه كيو، لان في احتمال كبير يبقى في جزيره جديده وانت هتقعد تكمل عليك الليفلات وهتكسل تلفل، يعني زي ما انا عارف. وانا طبعا بمتحن يعني، فاتمنى تقدر تعبي ان انا صورت فيديو ما اعرفش ايه. واي واحد فيكم يا شباب عايز ينضم سيرفرنا في الديسكورد، لانه حرفيا بيتعمل له تعديلات كبيره الفتره ديت، وعايزين نوصل 200 عضو، يعني لو ينفع يعني. ما اكيد واحد عنده 5000 مشترك يعني مش عنده 200 عضو في الديسكورد، يعني بقى عيب عليكم يعني. ماشي، فرابط سيرفرنا في الديسكورد هتلاقوه تحت في الديسكريبشن، لو انت مش جواه ادخله، ولو انت مش محمل ديسكورد حمله عشاني، يعني انا كده يا اسطى، وبنزل لك في الامتحانات، انت فاهم يعني ايه. فيلا، وشكرا يا جدعان. الدعم اخر فتره، او بصوا هو مش اخر فتره لاني ساحب يعني بقالي شهرين كده، فالدعم اخر كام فيديو ماشي، اللي هو بقالهم 4 شهور ولا حاجه. حلو جدا يا جدعان، وشكرا جدا على الدعم يعني وكده. وقولوا لي اي حاجه لو حابين اطورها في المحتوى يعني وكده. ولو انت جديد اشترك في القناه، ولو عجبك الفيديو حط لايك يعني وكده. واكتب لي لو انت وصلت لهنا كيو عم الكل، ماشي، او بلاش كيو واسمك، اكتب اسمك، اكتب كيو وجنبيه اسمك عم الكل، اللي هو ايه، انا وانت صاحبي. آه اظن ان انا كده طولت في الكلام يعني، بس انا بحاول اوصل في فيديو 8 دقايق يعني كده. فمعلش كام ثانية كده. بهزر طبعا، يعني مش عشان الفيديو يوصل 8 دقايق ولا حاجة يعني، ولكن ايه يعني برضو 8 دقايق عشان ايه، انا عندي وسواس قهري يعني وكده، وبحب الارقام تبقى بالظبط. 6 4 3 2 1 سلام.